السلام عليكم، تحياتي لكم. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم عنا زوز مواضيع مهمة للغاية. الموضوع الأول: الحكومة الإيطالية تعطي الضوء الأخضر لديكريتو فلوسي ل3 سنوات قادمة. سوف أعطيكم التفاصيل. الموضوع الثاني: عقود عمل إلى إيطاليا للتوانسة اللي في تونس عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. نبدأ بالموضوع الأول المهم. الحكومة الإيطالية تعطي الضوء الأخضر لديكريتو فلوسي ل3 سنوات قادمة، يعني 2026 2027 2028. تقريبا وافقت على 500 ألف عامل أجنبي يدخلون إلى إيطاليا للعمل، مقسمين على 3 سنوات. 2026 باش يدخلوا 164,850 عامل، 2027 باش يدخلوا 165,850 عامل، 2028 باش يدخلوا 166,850 عامل. الاختصاصات: عقود عمل موسمية وعقود عمل غير موسمية. كيف نقولوا عقود عمل موسمية؟ يعني فلاحة، سياحة، فندقة. وكيف نقولوا عقود عمل غير موسمية؟ ممكن نقسموها إلى مهن وصنائع، والعمل في البيوت، كولفو بادانتي، ورعاية كبار السن، الرعاية الصحية، تربية الأطفال. فهمتوا ولا لا؟ وقتاش تعمير المطالب؟ وقتاش إرسال المطالب؟ هذا الكل باش يجي في الأشهر القادمة إن شاء الله. المهم تابعوني على الصفحة نعطيكم التفاصيل. الحكومة الإيطالية حاليا وافقت، أعطت العدد وكل عام قداه، لكن وقتاش باش يكون التعمير متاع المطالب، وقتاش إرسال المطالب، هذا مازال لم يحدد بعد، لكن وقت اللي يهبط نقولكم عليه. نبداو الموضوع الثاني: عقود عمل إلى إيطاليا للتوانسة في تونس عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. إيطاليا باش تقبل 580 عامل من تونس، 580، لا 1 لا 2، 580 في الاختصاصات التالية: 300 في قطاع البناء الباتيمو، 140 في قطاع السباكة بلومبيري. فهمتش أنا كي يمشوا 140 من تونس شكون باش يصلح السباب الوكل في تونس؟ المهم 40 في سياقة الرافعات وآلات الحفر، 100 في مجال الأشغال العامة. إيطاليا كونتراتوات لإيطاليا ذوما عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. الشروط تختلف من اختصاص إلى آخر، لكن أهمها هو السن. لازم سن المترشح بين 18 و 35، يحبوا يهزوا الزبدة متاع الشباب متاع تونس، لكن المهم خير من أنه يحرق الشباب. عقود عمل قانونية ومنظمة خير من طرق أخرى. المهم إذا تتوفر فيك الشروط تمشي إلى أقرب مكتب تشغيل ليك في تونس وتقول لهم نحب نشارك. إذا تتوفر فيك الشروط، الوثائق المطلوبة سهلة: نسخة من وثيقة الهوية، السيرة الذاتية بالفرنسية تكون على الموديل الموجود في سيت الوكالة الوطنية للتشغيل، نسخة من الدبلوم متاعك، الشهادة المدرسية، شهادة العمل، امتياز إذا عندك لغة وبرمي وعندك قريب في إيطاليا. قلت امتياز حتى كان ما عندكش مش مشكلة. الحاجة الأخيرة: آخر أجل للترشح 15 جويلية 2025. أنا قسمت المواضيع على زوز. قلت لكم على عقود العمل ديكريتو فلوسي اللي تتحل كل عام في إيطاليا، لكن قلت لكم أنه فما اتفاقيات بين تونس وإيطاليا. ابعدوا على نصيحة للشباب: ابعدوا على شريان عقود العمل.
الفلوس اللي باش تشري بها اخسرهم في تعلم لغة، في تعلم صنعة، تخرج معزز مكرم. خاصة في وقتنا إيطاليا صدقوني 2025 ما يخرج إنسان إلا باش يخدم. قبل يمكن كان واحد عن طريق عقد عمل يخرج فقط، لكن توا ما عادش. توا إيطاليا لازم تتأكد 100% إنه الشركة وصاحب الشركة محتاجين للعامل ومحتاجين ليه باش يخدم معاهم. دونك تقريبا البيع والشراء في عقود العمل ما عادش. وصدقوني فما برشا ناس تعرضوا إلى تحيل كبير، وحاليا ندموا انهم يشروا عقود العمل، خاطر هي لا تباع ولا تشترى، هي مجانيه. اوكي فما مصاريف شويه لصاحب العمل في ايطاليا، نحكي على ديكريتو فلوسيه. اما بالنسبه للاتفاقيات بين تونس وايطاليا راهو معناها بلاش فلوس. اوكي ان شاء الله المواضيع تكون افادتكم، انشروها لتعم الفائده ولتصل لمن يستحق. والسلام عليكم ورحمه الله.